يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. مش كل اللي بتشوفه عينك لازم يكون حقيقة. الكوكب ده لسه مخبي أسرار بتظهر لأول مرة. لقطات مسربة لكائنات شفافة بتطير في الهواء، وفصيلة فراخ في البرازيل طولها بيعدي طول طفل صغير، وكأنها وحوش من زمن فات. ومش بس كده، ده أنا مجمع لك أغرب عضلات ممكن تشوفها من مصر لحد الهند، عضلات هتصدمك بشكلها. وفي الآخر هنختم بدرس قاسي لكل واحد بيتحجج بالظروف والسن، عشان نثبت إن الإرادة هي اللي بتعمل المعجزات. ركز في كل دقيقة، لأن اللي هتشوفه مش هيتكرر. ويلا بينا. تعال بقى أوريك أضخم أنواع الفراخ اللي موجودة في العالم. ولو أنت فاكر إن الفراخ اللي عندك كبيرة جدا، فأحب أقولك إنك غلطان. الفرخة اللي قدامك دي اسمها العلمي إنديو جيجانتي، وبيسموها بالفرخة البرازيلي عشان موطنها الأصلي. وكمان يا سيدي طولها بيوصل لحوالي 1.20 سنتي. انت متخيل الرقم؟ يعني هتكون طولك ويمكن أطول من ابنك كمان. وخد المفاجأة دي، اديك الواحد من الفصيلة دي سعره ممكن يوصل ل$4000، يعني تمن عربية، وده بسبب ندرة سلالتها وقوة جيناتها. سيبك من طيور البرازيل وتعالى شوف العضلات اللي بتفرتك الحديد. تعال بقى أوريك أغرب راجل موجود في القاهرة، واللي عضلاته بتفرتك الحديد والناس كلها بتخاف منه. أيوة يا سيدي، زي ما انت شايف كده عضلاته ضخمة جدا. بس أحب أقولك إن دي كلها كدبة، واللي انت شايفه قدامك ده عبارة عن حقن مادة اسمها السيتول. والمادة دي يا سيدي مش بتبني عضلات، دي عبارة عن زيت بيتجمع تحت الجلد وبيعمل التهابات وتليف في العضلات، وممكن يوصل لبتر الأطراف. فلو انت بتلعب جيم أو بتحب شيل الحديد، حاول تحافظ على نفسك وبلاش تبيع صحتك عشان منظر وهمي. سيبك من حقن العضلات وتعالى لشغل الذكاء الاصطناعي في الهواء. عمرك بقى سمعت حاجة عن الطيور الشفافة؟ دي المقاطع اللي انتشرت في الأيام اللي فاتت وعملت ضجة كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. أيوة يا سيدي، وكأنها كائنات فضائية وجاية من عالم تاني. بس عشان تبقى فاهم اللعبة، الفيديوهات دي بتعتمد على تقنية اسمها الريفراكشن أو انكسار الضوء الرقمي، اللي بيخلي جسم الطائر يظهر كأنه إزاز بيعكس اللي وراه بالظبط. بس أحب أقولك إن المشاهد اللي انت شايفها دي كلها معمولة بالذكاء الاصطناعي، ومفيش حاجة حقيقية بالشكل اللي انت شايفه ده. سيبك من طيور الخيال وتعالى لشراسة رياضة كمال الأجسام في الهند. تعال بقى أوريك الرياضة لما بتقلب حياة الإنسان وبتحولها 360 درجة. الناس في الهند بيحبوا يلعبوا حديد جدا، سواء كانوا بنات أو رجالة، واللعب ده بيحول حياتهم وبيغير شكلهم بالطريقة اللي انت شايفها دي. زي البطل براشانت ناير اللي عضلاته مكسرة الدنيا في بطولات مستر إنديا. وحتى الستات هناك عمالقة، زي البطلة ماجيزيا بانو بطلة العالم في رفع الأثقال، وبيربوا عضلات في كل حتة في الجسم. وممكن كمان العضلات دي ما تبقاش طبيعية 100%، وبياخدوا أدوية عشان تظهر بالشكل ده. سيبك من عضلات الشباب وتعالى شوف الوحوش اللي عمرهم 80 سنة. تعال بقى أوريك في المقطع ده إن العمر مجرد رقم، وإنك تقدر تعمل أي حاجة في أي وقت. الست اللي قدامك دي اسمها إرنستين شابرد، ودي يا صاحبي بتعتبر أكبر لاعبة كمال أجسام في العالم، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية. والست دي بدأت تلعب رياضة وهي عندها 56 سنة، ودلوقتي هي عندها أكتر من 80 سنة، وشايفة إن الرياضة هي سر الشباب. والمفاجأة إنها لسه بتجري ماراثون كل يوم الفجر، وبتحافظ على روتين أكل قاسي جدا عشان تفضل بالفورمة دي. فياريت كلنا نتعلم منها إن مفيش مستحيل. سيبك من شيل الحديد، شوف سحر التوازن في الصين. تعال بقى النهاردة أوريك أغرب العادات الدينية اللي بيعملوها في الصين، وكل بلد وفيها حاجة مختلفة. يعني في الصين الناس بتركب على الخشب وبتتحرك بيه زي ما انت شايف كده، ودي تقاليد وثقافة بيعملوها كل سنة. التقليد ده يا سيدي معروف باسم رقصة قاو تشاو، وده فن شعبي صيني قديم جدا بيرجع تاريخه لعهد أسرة سونج، يعني من مئات السنين. الناس بتتجمع وبيتحركوا بالسيقان الخشبية الطويلة دي، وهم معتقدين إنهم كده بيطردوا الأرواح الشريرة وبيجلبوا الحظ السعيد. توازن رهيب وحرفة صعبة جدا، مش عارف بجد بيعملوها إزاي. وبس يا سيدي، لفة سريعة ووريت لك إن العالم مليان عجائب، منها اللي حقيقي وصادم، ومنها اللي معمول بالذكاء الاصطناعي. بس الأكيد إن كل يوم فيه جديد يخلينا نقول سبحان الله. ياريت تكتب لي دلوقتي في التعليقات لو شفت حاجة أغرب من اللي عرضناه النهاردة قبل كده. ولو عجبك الفيديو ده والمقاطع اللي جمعناها لك، ما تنساش تدوس لايك وتعمل فولو، عشان لسه اللي جاي أبهى بكتير. وأشوفك الفيديو جاي على خير. سلام.